الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، إن شاء الله تكونوا في صحة وفي فرحة وفي سعادة دائمة، آمين يا رب العالمين. يا رب تقبل مني هذا الدعاء. كما تعرفوا موسم النجاحات على قريب، ان شاء الله يا رب ينجح وليداتكم الكل في كل مراحل التعليم، في الباك، في الجامعه، في الابتدائي، في الاعدادي. يا رب يفرحكم بوليداتكم وين ما كانوا. قلت خليني نعمل لكم الميني فريكاسي. كما تعرفوا هكا في السهريات والعشويات تحلى حويجه كي من هكا. حسيلو ميني فريكاسي جاي يعشق خفيف ريشه. حسيلو كي تشوف الكعبة ماذا بيك ما تاكلهاش، تقعد هيك تتفرج عليها وكها. ندخلوا توا ديريكت في تفاصيل وصفتنا. أول حاجة نبداو بالعجينة. عندي لهنا رطل فرينة، كعب عظم بحرارة المطبخ، 3 مغارف كبار زيت، وباش ناخو معاهم نص مغرفة كبيرة خميرة فورية، على خاطر توا الدنيا سخونة. كان جات الدنيا باردة نحطوا مغرفة كاملة. غربلت الفرينه متاعي كيما العاده، تعرفوني ما نلعبش حاسيلو بتغربيل الفرينه لازم منه. حطيت نص مغرفه خميره فوريه، نحط معاهم مغرفه صغيره سكر، وباش نصب عليهم 350 مليلتر ماء دافي. نجي لهنا على جنب نحط نص مغرفه صغيره ملح، على خاطر الكميه كما قلت لكم شويه رطل الفرينه اكاهو. وبالطبيعه تحبوا تزيدوا الملح زيدوا، معناها من نص مغرفه باهيه. وحطيت 3 مغارف زيت، وحطيت كعبة العظم كما قلنا، كعبة العظم بحرارة المطبخ. عجنتك العجينة، عجينة تكون طرية ما تكونش يابسة. نغطيها ونخليها في بلايصة دافية تخمر في عقل. هذه توا العجينة بتاعي بعد ما خمرت. نخرجها من الصحفة، نخرج لها الهواء. كما شفتوا لهنا عجينتنا طرية لكن ما تتلصقش. رشطة وشوية فرينة على البلون دو ترافاي، شوية ما نكثروش، ونحلو العجينة متاعنا. نخليها السمك متاعها سنتي. بالنسبة للعجينة هذه عجينتي المفضلة على مدى السنين، إلا نعمل بها الفريكاسي. الباز متاعها على رطل فرينة تحطوا كعب عظم، وتحطوا 3 مغارف كبار زيت. وبالطبيعة إذا باش تعملوا كيلو تدوبلوا المكونات. ولهنا بعد ما حليت العجينه كما قلت لكم نخليو السمك متاعها سنتي. قبل ما نشكلوها نرخفوها كيما هكا على البلون دو ترافاي، باش كيف نجيو نشكلوا الكعيبات العجينه ما ترجعش، يعني ما ترجعش تلم. أنا خدت لهنا القصاص هذايا أصغر قصاص في السيري متاع القصاصات اللي نشريوهم. خديت أصغر واحد. إذا ما عندكمش تنجموا تشكلوا بأصغر كاس عندكم، مثلا كاس التاء. نشكلوهم بالطريقة هذه. وإذا وصلتوا معايا للمقطع هذايا نحب نفكركم اللي دخل قناتي أول مرة وعجبوا المحتوى متاعها يشترك فيها ويفعل الجرس باش كل مرة ونهبط فيديو جديد يوصله الإشعار. لهنا بعد ما كملت شكلت الكعيبات الكل، العجينة هذيك إلا على الجنبات نلموها هكا بيدينا، ندخلوها هكا في بعضها بيدينا بالباهي ونخليها على الجنب ترتاح. بطبيعة نغطيوها ما نخليوهاش عريانة. ونهز توا بالكعيبة اللي نهزها نحلها هكا في شكل اوفال، ما نخليهاش مدورة. نجبدها شوية كيما هكا كيما قاعدين تشوفوا، ونحطها على منديلة ونغطيوهم الكعيبات الكل نغطيوهم. شفتوا لهنا السمك حبيت نوريكم الخشن متاع كعبة الفريكاسيه او متاع العجينة بريسك سنتي. نحلوها بالطريقة هذه كيما قاعدين تشوفوا، ونحطوا كعيباتنا الكل على منديلة ونغطيوهم كيما قاعدين تشوفوا لهنا، ونخليوهم توا يرتاحوا مدة 20 دقيقة.
نبدا توا نقلي كعبات الفريكاسي، نقليهم هكا في الزيت يكون بزايد شويه، تبدا الكعبه تعوم في الزيت من الفوق ومن اللوطه، الزيت يكون سخون والنار تكون متوسطه. بالطبيعه كي نجيو نقليو نبداو بالكعبات الاولانيين اللي شكلناهم. كيف الكعبات متاعنا يبداو يتنفخوا نقلبوهم ونقعدوا نقلبوا فيهم مرة على جنب هذا مرة على جنب هذا حتى الوين ياخذوا اكل لون الذهب. ما نغمقوهمش برشا، ما نصهدوهمش برشا، نخليو لونهم مزيان دوري، اكل واحد كيف يشوف الكعبة يشتهي باش ياكلها. وديما نأكد عليكم النار يلزمها تكون متوسطة. لهنا قاعدة نوري فيكم في الطنجرة، قلت لكم قاعدة نطيب في المالح بنين يعني الفول المدمس. اللي يحب طريقة الملح البنين متاع المهدية يقول لي نخلي له الرابط، مازلت كي عملته يعني ممكن 3-4 فيديوهات التالي تلقاوه. نقعد نقلب هيك في كعبات الفريكاسي ونأكد مرة أخرى النار متوسطة. شفتوا اللون المزيان اللي نتحصلوا عليه، كي نوصلوا للون هذايا نخرجوا الكعبات متاعنا، ما نزيدوش نخليوهم على النار. قد ما نقول لكم جاو كعبات خفاف وشويه خفاف ريشه حاسيلو. نخرجوا كعبات نحطوهم في كسكاس باش كان فما زيت ولا حاجه يستقطر، اما هما ما شاء الله ما لموش الزيت بالكل، والله الصحن اللي تحت الصحن اللي حطيته تحت الكسكاس فارغ قطره زيت ما فيوش. ونكمل نقلي كعباتنا الكل بنفس الطريقة. شوف بالخفة متاع العجينة الكعبة قاعدة تتقلب وحدها، شفتوا ما شاء الله. والله ننصحكم بها العجينة هذه، قلت لكم على مدى سنين نعمل كان العجينة هذه يجي خفيف ريشة. شفتوا الكعبة ما شاء الله قاعدة تتقلب وحدها بالخفة متاع العجينة، شفتوا. نكمل نقلي تو كعيباتي الكل باش ما نطولش عليكم. بنفس الطريقه نقعدوا نقلبوا فيهم مره لنا حتى ياخذوا اللون المذهب اللي قلت لكم عليه. وتوا بالنسبه للحشو حضرت لهنا 3 كعبات عظم ربيتهم بالفرشيطه، شويه زيتون، 3 مغارف صغار هريسه سوري، حليتهم بشويه ماء وحطيت فيهم شويه زيت متاع التن، هكوما 2 حكوك تن صغار. وعندي لهنا كعبتين بطاطا متوسطين سمطهم في شويه ماء وشويه ملح، ومن بعد رفستهم بالفرشيطه وخلطت معاهم شويه معدنوس وشويه فلفل اكحل. وهذو مكعبات الفريكاسي ما شاء الله جاو خفاف ريشه، ديما نعاودها الكلمه خاطر بالحق راهو خفاف ريشه. خليتهم هكا بردوا شويه باش نجم هكا نشقهم ونملاهم بالحشو. نحب نوريكم لهنا كيفاش جاو من داخل، كيف القطن حصيلو مو شكل فارغين، قشره من الفوق وقشره من اللوطه، كاي بالنسبه لي يعني ما يتسماش فريكاسي. شوفوا ما شاء الله البات قداش خفيفه من داخل، شوفوا ما شاء الله. حبيت نوريكم هيك نقرب لكم الكعبة وتشوفوها كيف هي من داخل. نزيدوا نحلوا كعبة أخرى مع بعضنا. شفتوا ما شاء الله من داخل مش شكل عجينة الملبدة ولا حاجة، قلت لكم كيف لقطن حصيلوا من داخل. تو بعد ما شقيت الكعيبات الكل نبدا نحط فيهم الحشو. ملول نحطوا هيك شويه هريسه ومن بعد نحطوا شويه بطاطا. علاش اني رفستها البطاطا المره دي؟ مستانسه نحط بطاطا كعب، اما المره دي رفستها خاطر الكعبه صغيره ومعناها ما ترفعش باش تحط فيها بطاطا مكعبات، فهمتوا هيك علاش رفستها تكون اسهل. بعد البطاطا نحطوا شويه عظم ونحطوا شويه تن وفي الاخر نحطوا الزيتون، وهذه كعبتنا تكون حاضرة. كملت عمرت كعبات الفريكاسي الكل، تبارك الله رطل طيح لي الخير والبركة ما شاء الله. تقربات أكثر من 50 كعبة. وحبيت نوريكم يعني شنو بقالي من الحشو، بريسك جاي قد
هكاك اذا باش تعملوا رطل كيما عملت تاني اقراو حسابكم: زوز حكوك تن، 3 كعبات عظم مسموطين، زوز كعبات بطاطا متوسطين، و3 مغارف صغار هريسه. وصلت بكم لاخر الفيديو. ان شاء الله يا ربي اقتراحي لليوم يكون اعجبكم. ان شاء الله تعملوا هالكعبات هذوما في مناسباتكم السعيده. كما قلت لكم هذوما ميني فريكاسي للمناسبات وللعشويات السعيده ان شاء الله. خليكم على خير، ان شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي، وبالسلامه.